قبل ما نبدأ الفيديو نبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بنات اليوم جابت لكم طريقة عمل القلاصات من بقايا الكيك، وجابت لكم طريقة عمل الكريمة مع تزيين الكيك اللي مذوب بالحر. عندي هنا 2 كيلو كريمة الفيزيون، افرخن بالطاسة مال الخلاط، واضيف عليهن باكيت قشطة العسل بالعسل. هذا شكلها. أنا طبعا مريضة ودا أشتغل، يعني الكانونة توني وخرتها، وقلت خلي أصور لكم فيديو لأن من زمان ما صورت لكم الفيديو. عندي 4 بطالة مي، يعني لترتين مي بارد. أنا دا أسوي كمية كبيرة لأن عندي هواية كيك، راح أشتغل كيك هسه، ومن أكمل راح أراويكم البقايا الكيك اللي تظل عندي وأنا أوديها. أنا طبعا ما أذبح. هنا عندي كريم كراميل باكيت واحد راح أضيف. كريم كراميل يعطيها قوام ثقيل، يعني الكريمة ما تذوب بسرعة. هنا أنا أخلط المكونات وأخليها بالخلاط. بعد راح أضيف عليها كريم كراميل أو توفي جاهز، هاي العلبة الجاهزة اللي تجي بالأسواق. راح أضيف من عندها ملعقتين كبار، تعطيها طعم ويعطيها قوام. الكريمة التوفي قوامها من يصير ثخين أضيف عليها التوفي. هنا القوام مالتها ثخن، هسه ابتدي أضيف عليها التوفي تقريبا ملعقتين كبار. وهذا شكل التوفي. هذه العلبة أنا أجيبها جاهزة. هذا شكلها، طعمها كلش طيب، قوامها حلو. هنا تقريبا ملعقتين كبار ضفتهن. أخلط المزيج شوية وأطفي الخلاط. هنا أنا عندي هذه الشيرة. أنا الشيرة قلت لكم أسويها بالخلاط، يعني ما أسويها على النار. أضيف كريم كراميل وأضيف شكر ومي وأخلطها وأديرها بالوعاء اللي راح أشتغل بيه. هنا أنا عندي هذا جلي الموز، ضفت عليه حليب مكثف. وهنا أنا هذا الساهون اللي يجي والكريم كراميل أضيفه، ما تعطيها طعم طيب. أخلطه وأخففه بالشيرة بنكهة الكريم كراميل اللي أسويها بالخلاط. هذا زين بيه الكيك وزين بيه القلاصات اللي راح أسويها. هسه ابتدي أزين الكيك. راح أزين لكم كم كيكاية. هنا هذا اللي دا أوخره من فوق أنا ما أدبه، هذا أسوي بيه القلاصات، لأن تعرفون المكونات كلها هسه غالية وصاعدة، يعني حرام ما حد يذبح هاي البقايا مالت الكيك، بيض وشكر وطحين. فأنا أجمعهم وأسوي بيهن قلاصات، همات أبيعهم القلاص ب1. هنا الكيكة أشيرها وأبتدي أغلفها بهالشكل. هذا طبعا تزيين بسيط أنا دا زينه، يعني مو فشي صعب، أي وحدة تقدر تزين هذا التزيين.
الكيكة الصغيرة أنا ما أحشيها، والكيكة الكبيرة أحشيها. هنا أفتح الكيكة وأشيرها وأخلي لها الحشوة مالتها اللي هي الكريمة اللي جهزناها. راح أخلي عليها حشوة التوف. حشوة التوف مخففتها بحليب مكثف. هنا حبيبات الشوكولاتة، يصيحوا لها شوكولاتة شيبس اسمها. هنا أضيف الطبقة الثانية وأبتدي أشيرها وأغلفها. هنا راح أسوي لكم كم كيكاية وبعدين أرجع لكم حتى أشرح لكم على القلاصات اللي راح أسويها. عندي هنا بقايا الكيك أخليها بالخلاط، أضيف عليها ملعقتين كاكاو باودر وأطحنهم بهالشكل. هيك هذا أجمع كله وأسوي. هنا أنا عندي الكريمة مالت القلاصات، أضيف باكيت كامل كريمة الفيزون كيلو، أضيف عليه كريم كراميل باكيت جاهز هو ومالت الكراميل. هذا الكراميل مالته اللي يجي وياه. هنا أضيف قمر بالعسل. وهنا أنا عندي حليب مكثف محلى، لازم نوعية زينة تستخدمون. هذا حليب مكثف الفجر، حلبة كاملة. هنا الكريمة ما راح أخلي لها بطلين مي، أخلي لها بطلين ونص مي، لأن راح أسوي قلاصات لازم شوية يصير أخف من الكريمة مال تزيين. وأضيف عليه التوفي، تقريبا ملعقتين كبار توفي. هذا التوفي الجاهز، وابتدي أخلطه لين يتخن. هنا تخن عندنا المزيج، ابتدي أسوي القلاصات بيه أو أسوي طبقات. هسه عندي هنا الطبقة الأولى. هنا أنا أحط الكيك اللي طحنته ويا الكاكاو. هو هاي الوصفة يستخدمون بيها البسكت، بس أنا استخدم بيها بقايا الكيك حتى تصرف لي أكثر وطعمها يصير أطيب. هنا الطبقة الثانية مع الكريمة. هنا أنا عندي هذا التوفي مخفف تاني بحليب مكثف. هنا أنا عندي جل الموز مخففته بالشيرة. جل الموز طبعا جاهز يجي علب. هنا أنا عندي كيك مطحون. هو ظل أسوي طبقات إلى أن أكمل الطبقة الأخيرة.
انتم اي كيكة عندكم يعني زايدة بالبيت، حتى لو الكيكة خربانة يابسة صايرة مثل الخبزة، عادي تطحنوها وتستخدموها، لا تذبون اي شي. هذا اخر طبقة راح اسويه، واضيف اخر طبقة الجلي. هسه ابتدي ازين. ازين بالجلي مال الموز. هذا الجلي انا مخففته بالشيرة، ضايفة عليه حليب مكثف. وهنا أنا عندي التوفي. هسه كملته كامل، راح اضيف عليه الجوز والفستق الحلبي. هنا كملتهم هذا شكلهم. وراح اسوي بعد بالجلي الفراولة. هذا القلاص على ألف. هنا أنا عندي هذه الكيكة الآيس كريم، عندي هاي كيكاية جاهزة سويس رول. أقطعها بهذا الشكل وأخليها بعلبة جواها ورق الزبدة، وابتدي أسوي الآيس كريم. آيس كريم هنا أنا عندي كوبين كريمة سائلة باردة، كنت مبردتها بالثلاجة. هنا عندي نص كوب حليب مكثف. هنا 3 ملاعق كبار حليب باودر، حليب المتش. هنا عندي زعفران، رش الزعفران خفيفة. هنا مي ورد، ملعقة كبيرة مي ورد. هنا عندي نص ملعقة صغيرة هيل مطحون بالبيت. هنا عندي فستق حلبي تقريبا ربع كوب. أخلط المكونات بهذا الشكل. طبعا هذا الحلا كلش طيب، أنا أسويه إنه يعني للبيت، بس طعمه كلش طيب. باع قوامه هنا ثخن القوام مالته. هسه ابتدي انزله على الكيك اللي سويته. انتم عادي يعني تستخدمون اي كيك موجود عندكم بالبيت، مو شرط تشترون كيك، اي بقايا كيك تقدرون تستخدموها بهالوصفة. ارجع اصفط عليها سويس رول. هنا انا اكملها كامل واخليها بالثلاجة الى ان تجمد، يعني تصير نفس الايس كريم الجاهز، بس طعمها كلش طيب، يعني اطيب من اي ايس كريم جاهز بالاسواق. طعمها مي الورد وبالزعفران وبالهيل. وهذه الكريمة الجاهزة السائلة طعمها مثل القيمر، يعني دسمة. هنا أنا أوخر منعتها الورق الزبدة دي جيت حاطته جواها، وأقطعها مثل الكيكة، كأنما كيكة دا أقطعها. بنات ريحتها كلش طيبة وطعمها كلش طيب، جربوها.
هنا أنا عندي طلبية مال كيكة بالكاكاو، هذا شكل. هذا أنا نبيعها على 500، العلبة ب500 دينار. ولهنا ينتهي الفيديو مالتنا، ومع السلامة ودمتم في حفظ الرحمن.